على راديو مصر مع نسكافيه، ولسه معاكم محمود الشقي ودينا صلاح، ولسه مستمرين في فقرة صحة وعافية. ومشرفنا في الاستوديو الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس. معانا دلوقتي على التليفون دكتور احمد. صباح الفل يا دكتور احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، انا سعيد اني اسمع البرنامج المفيد. دكتور احمد لكل المستمعين، هو مقيم في مصر بس هو في الاصل يعني. اهلا بك على ارض مصر يا دكتور. شكرا جزيلا. دكتور احمد ممكن توطي الراديو بعد اذنك؟ نعم انا موطيها. تمام. الدكتور مع حضرتك يا دكتور احمد. نعم. دكتور مجدي مع حضرتك. انا دكتور في الزراعه انتاج حيواني، واجيت عشان اعمل بعض التريتمنت او الزياره للدكاتره. انا عندي السكر والضغط شويه يعني. تمام. دكتور مجدي بدران مع حضرتك يا دكتور احمد، واتفضل اسال السؤال اللي انت عايزه. يا دكتور مجدي. ايوه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انا سعيد اتعرفت على حضرتك عبر راديو مصر. اهلا بيك. وعجبني جدا الاسلوب والطريقه والشرح، فربنا يخليك ورمضان كريم. طيب اهلا بيك. عايز اخد حالتي على حضرتك. امبارح انا وصلت وانا عرفت اضبط السكر كده شويه، فالضغط كان شويه مرتفع، والسكر في حدود الساعه كان 200 بعد الافطار بحوالي الساعه 11 كده في المساء يعني. ألف سلامة. وعايز اعرف لما سمعت عن الجريب فروت حضرتك وقلت انت ان هو يخفف السكر، الجريب فروت في السوق مش موجود. هو موجود في مصر، موجود في القاهرة، انا شايف امبارح. والله؟ بس انا هقول لك بقى عشان حضرتك السكر، وعشان 10% من للاسف العرب بشكل عام بيبقى عندهم سكر، ففي اجزاء هامه للوقايه من السكر مضاعفاته. هقول لك عليها دلوقتي بعد شويه حاضر. تمام. بشكرك جدا دكتور احمد، ودكتور مجدي هيرد على سؤال حضرتك. دكتور انا كنت فعلا قلت على الموضوع الزيت ده، فكنت عرفت ان اقول لك، فقلت ان هو بيساعد في علاج مرض السكر. كنا عايزين نعرف صحه الموضوع ده. عشان بحضرتك هو طبعا الموضوع مش جديد. ليه؟ لان من ضمن الحاجات المهمه جدا في رمضان لازم نركز عليها عدة الالياف. فاكرين لما اتكلمنا عن السلطه؟ واحد من اثنين حضراتكم يعني 50% من المذيعين دلوقتي اللي معانا مكروه السلطه. اما انا باكل في السلطه بنجيب عندي حوالي 5000 ماده في الاكل من مركبات السلطه، يعني خمس الوان هاخدهم ب 5000 ماده. انا رجعت مع حضرتك الاكل اللي انت كلتيه امبارح وانبسطت جدا، بس في حاجه واحده نسيها اللي هي الوصفه بتاع الجزر. انا قلت للدكتور ان انا عملت سلطه حطيت فيها خيار وبصل وفلفل رومي وفلفل حامي وكروم بسلطه وكابوتشا. انت حطيتي كروم باللونيه. برافو عليكي. انا انبسطت اول ما قلت لي الحاجات دي، عشان انت عملت الكروم اللي هو الازرق. اللون الازرق دايما غير عن المصريين، واللون الابيض كمان ما بيحطوش في الاكل، بيخافوا ياكلوا بصل ولا تلفزيون، وبيخاف ياكل توم معرفش ايه. لا هتاكلوا الالوان كلها الخمسه اللي هو الابيض بصل وتوم وحط عيش جراب كمان، وهتاخدوا اللون الازرق سواء كروم او جزر زي اي حاجه بنستجيه في اللون، او بنجر او سد وصين ولا حاجه. واللون الاحمر مش شغالين فيه في الطماطم، واللون الاخضر مش شغالين فيه جدا. يتبقى بقى اللون الاصفر ليه ما بيكونش موجود؟ مش عارف. يقول لك مثلا بيوجع سناني ده مش موجود في السوق، كله جزر. ليه؟ لان يتناول جزرتين في اليوم هيقعد على حوالي تقريبا تلتين السكك اللي بتجيب للسرطان. ليه؟ مش هتجيب راس الفيتامين ايه بتاع العين والبصر والكلام ده، ولكن هتجيب بيتا كاروتين وبكميات كبيره، ودي ماده بتمنع السرطانات. وفي الياف، والالياف دي بقى هتدخلنا في النقطه بتاعت الدكتور احمد اخونا من اليمن. احنا محتاجين الياف لان الانسان العصر الحديث قلت فيه الالياف لان ما بياكلهاش. طب الناس يقول لك ناكل نص دي، لا انت هتاكل نص، بس هو موجود فين اصلا؟ موجود فيه كالقشور، موجود في قشر البقول، قشر الفول اللي احنا بنقشره ساعات، موجود في قشر الخضروات اللبنانيه، وموجود في قشر الفاكهه ولب الفاكهه، وموجود في الرده اللي احنا برضه ساعات ما بناكلهاش وبنفضل القشر فيه عليه. يبقى المجموعه دي كلها هتديني الالياف، اضافه ان انا ممكن اخد الالياف برضه بطريقه سهله جدا ان انا احط البهارات. يبقى البهارات والتوابل برضه فيها الياف. بتعمل لي ايه الالياف؟ انت تدخل عندي انا ما بقدرش اهضمها، ولكن انا عندي
كائنات عايشه معايا متعايشه معايا ونافعه لي زي البكتيريا الصديقه تخليني اقدر اكسر الالياف، يطلع منها ماده تمنع السرطانات خاصه بالقولون، وماده ثانيه تنزل بكتيريا صديقه تكتر في امعائي، تكتر كتير كتير كتير، الماده اصلا كانت كتير زمان، وبعد كده اما تكتر ما تخليش البكتيريا الضاره تدخل وتعمل لي شبكه. الشبكه دي بقى اللي هم هنتكلم عليها في السكر. الشبكه دي تروح عند القولون، شبكه محكمه تمنع ارتفاع السكر والدهون بعد الاكل، يبقى ولا هتخليني يجيلي سكر، واذا عندي سكر مش هتعليه، واذا عندي دهون مش هتدخلها، واذا عندي سنان كمان مش هتدخلها، وحتى لو حط لي حد اي سن في الاكل مش هيعمل لي مشكله، ولو في ماده هتعمل لي سرطان مش هيعمل لي مشكله. كل ده عن طريق الالياف. يبقى لازم ناخد الياف ونكتر وما نخافش كل يوم عشان الوقايه من السكر وبعد العصر الحديث حتى الحساسيات. الدكتور احمد بيقول ان هو اللي كان معانا على التليفون بيقول ان هو بعد الفطار مباشره السكر عنده عالي، الضغط عالي، تقريبا هو كان فطران حاجه تقيله جدا. هو اكيد برضه بالنظام بتاعنا بقى السكريات والبنيه الغذائيه والحاجات دي والتونش والمخلل والدقه وطبعا والملح قدام متوصى بيه وممكن هو النظام الغذائي الخاطئ اكيد استخدمه الدكتور احمد. ربنا يشفيه ان شاء الله. احنا دلوقتي هنطلع ونسمع نشرة اخبار ونرجع تاني نكمل فقرتنا.